نجح الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في إنهاء الخصام الذي نشب بين أسرة الفنان الراحل شكري سرحان وبين الفنانين عمر متولي وأحمد فتحي، بعد إساءتهما للراحل وتصريحاتهم بأنه نال شهرة كبيرة لا تتفق مع موهبته. وحرص أشرف زكي على تقديم الاعتذار إلى أسرة الفنان الراحل شكري سرحان والمتحدث الرسمي باسم عائلة شكري سرحان عن الإساءة لاسم الراحل التي بدرت منه الفنان عمر متولي والفنان أحمد فتحي. وأكد أشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية أنه تقدم بالاعتذار الشخصي وباسم النقابة لأسرة الراحل شكري سرحان عن الإساءة وعن أي شيء يمس الراحل، كما أكد لأسرة الراحل أن الفنانين أحمد فتحي وعمر متولي لم يقصدا الإساءة للراحل وهما يقدرونه، وتقبلت الأسرة الاعتذار. وفي وقت سابق تقدمت أسرة الفنان الراحل شكري سرحان بشكوى لنقابة المهنة التمثيلية ضد الفنان عمر متولي تتهمه فيه بالإساءة لاسم الراحل شكري سرحان من خلال ظهوره في أحد البرامج. وقال نجل شقيق الفنان شكري سرحان من خلال ظهورها عبر فيديو أنه سيتقدم بشكوى ضد كل من الفنان عمر متولي والفنان أحمد فتحي للإساءة للراحل شكري سرحان، مؤكدا أنه يتحدث بالنيابة عن نجل الفنان الراحل فقط وليس عن الأسرة بأكملها، مضيفا أن سبب الإساءة هو الغيرة من الراحل، إذ قال أي حد ناجح كل الناس بتغير منه ودي غيرة عادية.